دلوقتي طبق الكشري عاد بيوصل ل20 و30 جنيه. يلا هنعمله في البيت وهنوفر في الفلوس والمواعين كمان. هنعمله في حلة واحدة وهيطلع أطعم من المطاعم كمان. أول حاجة معايا هنا 8 كيلو عدس بجبة، هنجيبه وننزل بيه في بولة وننزل عليه بمية مغلية. هنديله تقليبة بس كده علشان يوصل له مية من كل الاتجاه. معايا هنا بصلة متوسطة متقطعة جوليات، هننزل عليه بمعلقتين كبار من الدقيق. الحركة دي بتفرق جدا في طعم البصلة لما بنحمرها. هنبدأ بقى نفركها كده ونفصل الطبقات بتاعة البصل عن بعضها. عندنا الدقيق هنا بيحافظ على ان البصلة لما نيجي نحمرها تطلع كلها بلون واحد، وتطلع كمان مقرمشة وجميلة كده وبيديها تست جميل. في طاسة على النار بقى هننزل بنص كوباية من الزيت، يكون اول استعمال يعني عشان هنحتاجه بعد كده. انزلي بقى بالبصلة بتاعتك، نبدأ بقى نوزعها في الزيت بالشكل ده ونفردها ونحاول ننزلها كلها كده في الزيت. هنسيبها بقى لحد ما تاخد لون بالتدريج بالشكل ده. هتاخد معانا اللون الاصفر الجميل ده الاول. هنسيبها شويه برضو ونقلب علشان لو في حاجه مش واصله للزيت تاخد لون هي كمان. خلاص هنا كده البصله بتاعتنا اخدت اللون الذهبي الجميل ده. ما نسيبهاش لحد ما تتحرق علشان ما يطلعش طعمها ممرر. هنسيبها على جنب بقى وننزل بحله تانية على النار. هنزل فيها كده بحوالي 5 معالق كبيره من الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل، وهننزل بمعلقه صغيره من الثوم المهروس عليها. عندنا بقى الزيت اللي قلينا فيه البصل ده نستعمله في كل الخطوات اللي معانا الجايه، فما يعني ما تستكتريش كميه الزيت. هننزل معاهم بقى ببصله صغيره كده، نبدا نشوحهم. يعني ده بعد ما البصله بتاعه التومه بتاعتنا تاخد لون ذهبي ويطلع ريحتها، ننزل بالبصله نبدا بقى نشوحها لحد ما تدبل. هنزل عليها بنص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه صغيره من الكمون، ونديهم برضو تحميصه كده مع البصله والثوم. معايا هنا كيلو طماطم معصوره، او الكميه بقى على حسب ما انت بتحبي صلصه قد ايه. يعني انت لو بتحبي صلصه كتير زودي، بتحبي اقل قللي. هننزل بقى عليها على البصل والثوم كده بالطماطم بتاعتنا بعد ما كنا عصرينها. هنزل بقى عليها بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من السكر علشان الحموضه. هنسيبها بقى لحد ما تتسبك، هنغطي عليها. وفي حله تانية هننزل بحوالي من 9 ل10 معالق من الزيت اللي بتاع قلي البصل. ما تستكتريش الكميه لان احنا هنعمل كميه الكشري كلها في الزيت دي. اول حاجه هننزل بنص كوبايه من الشعريه. هنبدأ بقى نقلب كده لحد ما تتحمر معانا. هنا اخدت اللون الذهبي اهو، ذهبي خفيف كده. نسيبها شويه كمان لحد ما تاخد اللون ذهبي غامق شويه كده. هننزل عليها بقى بنص كوبايه من الرز المصري، نكون غسلينه كويس ومصفينه كويس، ونبدأ نقلب. هنقلبه لحد ما المية اللي فيه كلها تتبخر ويبدأ يشخشخ معانا كده في الحلة، وياخد برضو تحميصة خفيفة كده. هنزل عليهم كوبايتين من المكرونة هي الصغيرة دي، تقريبا اسمها مريمية حاجة زي كده، هي المكرونة المخصصة للكشري دي. هنزل بيها وبعد كده هنبدأ بقى نديلها برضو تحميصة كده مع الرز والشعرية.
هنزل عليها ب80 جرام بقى من المكرونه الاسباجيتي، او حوالي ربع كيس من المكرونه، اللي هو الكيس اللي بيبقى حوالي 400 جرام او 350. هنزل بربع الكيس بس كده ونكون مكسرينه. هنا الخطوه دي بقى بتبقى رخمه شويه في التقليب، فهنقلب من تحت لفوق. هننزل بقى عليهم بالتوابل مكتوبه عندكم على الشاشه. في الخطوه دي بقى الريحه هتقلب لك الشقه وهتوصل للجيران كمان. ريحه التوابل مع المكرونه والرز والشعريه ما بيتحمصوا مع بعض كده بتطلع ريحه لا رهيبه، بتبقى فظيعه. هنفضل بقى نقلب كده لحد ما ياخدوا تحميصه مع بعض. خلال الفتره دي هيكون العدس بتاعنا خلاص اتنقع، وهيكون حجمه اتضاعف ونزل لون بني كده. خلاص هو كده جاهز. هنروح نصفيه كويس من الميه دي ونشطفه ونصفيه كويس. هننزل بقى بكميه العدس بتاعتنا كلها ونبدا نقلب. هنا بننزل بالعدس اخر حاجه، لان هو بيبقى فيه نسبه ميه، فمش عايزينه يطر المكونات معانا فما تتحمصش. نفضل نقلب يعني بتاع مثلا 5 أو 7 دقايق كده. هنزل بقى في الاخر بميه مغليه يا دوبك تغطي وش المكرونه والحاجات بتاعتنا كده. هنظبط بقى الملح بتاعنا ونديله تقليبه بس كده عشان نوزعه. هنغطي بقى ونسيبه لحد ما يتشرب خالص. هنقلل الحراره في الخطوه دي على اقل حاجه خالص ونسيبه يتشرب. هنا خلاص الصلصه بتاعتنا كانت جاهزه. هتسيبي بقى الصلصه تتسبك على حسب انت بتحبيها خفيفه متسبكه بزياده كده يعني. هنا كده ده قوامها بالنسبه لي مناسب. دوقي بقى الملح بتاعها وشوفي لو محتاجه ملح. هنزل بقى بطاسه كده على النار فيها معلقه صغيره من الزيت برضو بتاع قليه البصل. هنزل عليه كده يعني نص معلقه صغيره من الثوم، مش كتير يعني. وبرضو الزيت مش عايزينه كتير. احنا هنا نعمل الدقه بتاعه الخل. هنزل بقى عليها بالتوابل ونديها تحميصه كده بعد ما التومه بتاعتنا خدت تحميصه صغننه كده، مش عايزينها تصفر، يا دوبك بس تطلع ريحه. هندي التوابل بتاعتنا تحميصه كده برضو، وحاجه بسيطه عشان ما تتحرقش وتمرر في الدقه. هنطشهم بقى في فنجان من الخل، ندي لها تقليبه كده ونسيبهم يعني يتسبكوا مع بعض كده حاجه بسيطه. ننزل عليهم بقى بفنجان كمان من الميه، وربع معلقه صغيره من ملح الليمون. هنا ملح الليمون بديل للليمون العادي، لان لما بتضيفي ليمون من اللي هو الطبيعي بتاعنا ده بيدي طعم مرار كده في الدقه، ما بيبقاش لطيف. فانا بستبدله بملح الليمون، بيدي نفس التيست، بس يعني ما بيسيبش طعم المرار ده. هنا خلاص الكشري بتاعنا خلاص كان اتشرب كده وطالع مفلفل وجميل زي ما انتم شايفين. هنا بقى الكشري ده ممكن تاكليه لوحده كده بيطلع طعم بدرجة فظيعة. ممكن تاكليه لوحده كده من غير الصلصة والبصل والدقة من طعمته. خلاص كده كل مكوناتنا بقت جاهزة. يلا نقدم الطبق الكشري بتاعنا. هننزل اول حاجة بالكشري. هنا بقى عشان انت تعملي الكمية من الكشري دي هتبقى موفرة جدا. لو اكلتيها في اي مطعم هتدفعلك مبلغ وقدره. وهننزل بقى على الوش بالبصل كمية زي ما تحبي، وشوية من الصلصة كده، والدقة. ودوقي بقى احلى طبق كشري هتاكليه، موفر وفي نفس الوقت معمول بطريقة نظيفة، وكمان ما بيستهلكش معانا مواعين كتيرة.
بس كده بكده يكون فيديو النهارده خلص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، بحبكم.